يا مساء الفل عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. برحب بكل الناس القديمه والناس الجديده كمان اللي اشتركت معايا. لو الفيديو عجبكم النهارده دوسوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زرار الجرس عشان اي حاجه انزلها يجيلكم بيها اشعار. يلا نبدا الفيديو مع بعض. النهارده هنعمل اكلات الصيف اللي كل الناس الفتره دي بتحب تعملها، اكلات سريعه وفي نفس الوقت مشبعه، مش محتاجه وقفه كتير في المطبخ، وبتدينا تست اكلات بره، لان معظم الناس والاطفال وكله بيحب الاكلات بتاعت بره اللي هي البرجر والبيتزا والكريبات والحاجات السريعه دي. فاحنا هنعمل كل الحاجات دي في البيت. اولا نظافه، تاني حاجه توفير، وكمان متاخدش وقفه كتير خالص في المطبخ. انا عملت ايه بقى معاكم؟ انا النهارده كنت جايبه خلطه المفروم لزياده الكميه. طبعا احنا بنحب نعمل حاجات وفي نفس الوقت نقتصد، مش هنعمل اكلات زي بره ونصرف زي ما بنصرف اكلات اللي هي السريعه والجاهزه وكده. فعملت ايه بقى؟ انا جبت الخلطه دي وقلت اجهزها لحد ما اعمل اللحمه المفرومه. الخلطه دي بتحتاجي حط عليها كوبايه ميه كبيره، ساقعه عادي من الحنفيه، مش محتاجه ميه دافيه ولا حاجه. فانا فضيتها كده في البوله اللي انتوا شايفينها دي، وحطيت عليها كوبايه الميه، بس مش كنت كده حبه بحبه، بحيث ان تديني قوام مظبوط. وبتتساب 10 دقايق بحيث ان هي تتقل، ودي اللي هتزود لي الكميه. في الكبه عندي بقى كنت حاطه كده بصلتين كبار حلوين، وكمان حطيت اللحمه المفرومه بتاعتي. انا مش بعجنها كده بايدي وبتاع، لا انا بديها لفه في الكبه، بتبقى حلوه قوي. وكمان هحط عليها خلطه البرجر، بتخلي طعمها تحفه جدا اكنك جايبه برجر جاهز من بره. المهم ان انا الاول اكون ضربه البصل كويس جدا ومنعماه على الاخر خالص، ما يكونش مثلا قطع صغيره، لا يكون ناعم على الاخر. في ناس مش بتحب تحط بصل، في ناس بتحب تحط بصل، بس احنا بنقتصد، بنعمل حاجه اللي تدينا تيست حلو، طعم حلو في الاخر، وفي نفس الوقت اقتصاديه. لان احنا لو عملنا لحمه بس من غير بصل يزودها، احنا كده ما عملناش حاجه. طب ما احنا ممكن نجيب بقى اكل من بره ويبقى نفس التكلفه. فاحنا كده بنزود الكميه وفي نفس الوقت حاجه نظيفه في البيت. هحط بقى البصل طبعا ضرب كويس جدا، حطيت عليه اللحمه المفرومه وخلطه البرجر، بحط عليه شويه توابل كمان بسيطه خالص، اللي هي بصل باودر وتوم باودر وفلفل اسمر، مش بحط ملح، لان طبعا خلطه البرجر فيها ملح. وكمان اللي هي بتاعت خلطه ضعف الكميه دي بيبقى فيها برضو ملح، كل توابلها موجوده فيها. عايزه اقول لكم ان هي بعد ما قعدت كده شويه، بصوا قوامها تقل ازاي، وريحتها بجد ريحه لحمه مفرومه. هم حاطين التوابل بتاعت ريحه اللحمه المفرومه بالظبط. دي بقى اللي بيحطوها في الحاجات اللي بره، بيعجنوا اي حاجه كده بواقي لحمه وحاجات يعني مش لطيفه خالص، وبيحطوا معاها الحاجه اللي هي بتدي الريحه دي. فاحنا بنشتري بقى الحاجات اللي من بره مش عارفين مصدرها ولا ايه اللي اتحط على بعضه، والحاجات دي اللي بتدينا الريحه، فتقتنعوا بقى ان دي دي لحمه مفرومه صافي. عايزه اقول لكم ان الخلطه دي بجد ريحتها لحمه مفرومه جدا. فانا زي ما انتوا شفتوا كده اللحمه اتضربت مع البصل كويس قوي، وخدت لها كام ضربه حلوين يعني. وحطيت عليها بقى الخلطه اللي هي بتاعت زياده الكميه. ما شاء الله بجد زودت لي الكميه قوي. انا بصوا البوله اتملت على الاخر، فبجد حلوه قوي. يعني ما حسيتش بفرق في الطعم مثلا، او في حاجه مختلفه، او ان هي مثلا في حاجه كده مش مظبوطه في التوابل، لا لا خالص، حلوه قوي. هنا بقى هسيبها ترتاح شويه كده مثلا في التلاجة، يعني ممكن ربع ساعه نص ساعه من التقليب بقى وكده. هنا بدأت بقى أشكل البرجر. أنا ما عنديش مكبس البرجر، فعملته كده بغطا البرطمان. فالناس اللي عندها مكبس البرجر بتعمل عادي، بتحط كده قطعة اللحمة وتحطها في المكبس وتكبس عليها، بتطلع لها شكل البرجر مظبوط. وكمان بيكون عاملة الخطوط اللي هي بالطول دي اللي بيكون في البرجر، بس أنا هعمله في الجريل، فعادي كده كده الخطوط دي هتتعمل معايا. فحطيت كده حتة كيس عشان اللحمة ما تلزقش في الغطا، وظبطتها كده وحطيت على قد الغطا، وطلعت مظبوطه وقوامها حلو وكل حاجه تمام. عايزه اقول لكم ان هي انا عملت شويه كده بالغطا، وبعدين هعمل شويه بايدي عادي كده، يعني هعملها على ايدي بالظبط، فهتبقى مظبوطه برضو على فكره، مش فرق خالص بينهم. يعني انا هنا كنت حاسه ان خلاص الغطا كده هيعطلني، فبقيت اعملها على ايدي، اسويها كده على حسب الحجم اللي انا عايزاه بقى، لان انا كنت هعمل كبير وصغير، لان اليوم ده كان هيبقى عندي اطفال في البيت يعني جايالي. فحبيت ان انا اعملهم على قدهم وفي نفس الوقت اعمل كبير. فحته ان انا اعمل على ايدي دي اتحكمت في الحجم، كبير وصغير وعريض ورفيع شويه. فبجد يعني الموضوع سهل جدا، لا بتلزق في الايد ولا بتلزق ولا اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين ايدي اهي نضيفه خالص، مفيش اي تلزيق. بجد الخلطه بتاعت زياده الكميه دي حلوه جدا، وخلطه البرجر تحفه. فبصراحه الاتنين حلوين قوي. هنا بقى كنت خلاص تشكيل البرجر كله، فحطيت كده اول كميه عملتها دخلتها الفريزر، وكملت الباقي. ما شاء الله عملت لي كميه حلوه قوي هتكفي كل العدد اللي جاي لي. وبصراحه هيتبسطوا جدا من الاكل. الاكل ده بينفع قوي قوي لو انت مثلا مستعجله، لو انت عامله مثلا عشاء كده خفيف، عندك ضيوف.
وغدا كمان بيبقى حلو قوي. فبصراحة يعني الطريقة دي حلوة جدا جدا وموفرة جدا واقتصادية قوي. بصوا بقى هنا بعد ما دخلت البرجر شويه الفريزر ومسك نفسه كده وجامد شويه، طبعا سخنت الجريل وحطيت كده يعني كام نقطه زيت، على فكره مش كتير، هما يعني زي ما انتوا شايفين كده مش زيت كتير، يعني حبه صغيرين خالص. وحطيت بقى البرجر فيهم. عايزه اقول لكم ان انا في الاول كنت معليه النار وبعدين هديتها شويه وغطيته كده بحيث ان هو يستوي كويس، ما يبقاش واخد لون او يتحرق من بره ويكون جوه مش مستوي. لا طبعا دي لحمه فلازم تستوي برضو على راحتها. كان في واحده حبيبتي كانت سالانه على الجريل وكانت قالت لي انا اصوره لها، فانا سبت لها الصوره دي عشان مثلا لو عايز تاخدها سكرين شوت ولا حاجه. هو الجريل ده ما شاء الله بجد حلو قوي. ده كان جاي في طقم اللي انا جايباه، الطقم اللي هو التيفال. طبعا ارشل الماني معروف جدا يعني، معروف قوي. وده كان الجريل ده جاي معاه، فبصراحه حلو قوي، والاحلى ان هو بغطا فبينفعني قوي. غير الجريل اللي من غير غطا ما بيبقاش حلو زي اللي هو فيه غطا. فهنا بقى كنت خلصت كمية البرجر، كان فاضل بس آخر 3 دول. كنت قطعت بقى البصل لأن أنا بحب أحط في السندوتشات البرجر بصل وطماطم وكده. فالبصل لازم ياخد بقى تشويحة كده في الطاسة أو في الجريل بتاع البرجر، بجد بيفرق جدا جدا. بصوا خد لون كده حلو قوي مكان تحمير البرجر. فانا بشوح البصل والطماطم كمان مكان تحمير البرجر. واحيانا كنت بشوح او بدي كده لون للساندوتش نفسه، العيش من جوه كده. بس اليوم ده انا ما عملتش بصراحه، ان انا كنت مستعجله فعملت كده البصل والطماطم بحيث ان الواحد لما يجي ياكل ساندوتش البرجر يحس ان كله طعم برجر، مش قطعه البرجر بس اللي في النص كده هي اللي فيها طعم والباقي بصل وطماطم عادي ملهمش طعم. لا بجد بيبقى بيفرق جدا جدا في طعم الساندوتش. هنا بقى كنت خلصت الكميه وهبتدي اعمل السندوتشات. كانوا حبايبي يعني وصلوا. وانا واقفه كده بتكلم معاهم كنت بعمل كده سندوتشات. وعايزه اقول لكم ان احنا اخدنا بقى السندوتشات ودخلنا قعدنا نتفرج على التلفزيون. وبجد كانت قاعده حلوه قوي، اكله حلوه اكني جايبه اكل جاهز من بره، وفي نفس الوقت مش متعبه مش مكلفه. بصراحه حلوه قوي قوي في الحاجات اللي هي السريعه في الصيف. وطبعا الاكل اذواق، في ناس بتحب سندوتش البرجر ساده قطعه البرجر فيه بس، في ناس بتحب طبعا تحط عليه حاجات كتير. انا بقى كنت هنا حاطه شويه الكاتشب وعليهم المايونيز وبعدين هخلطهم في بعض. ده الصوص اللي انا هحطه في السندوتش، هدهن بيه العيش الاول من تحت ومن فوق. وحاطه كمان كابوتشا واللي هو البصل والطماطم والبرجر. اللي عايز بقى يحط زيتون خيار مخلل. الحاجات دي كلها اذواق بقى، بس دي الحاجات اللي انا بحب احطها. زي ما انتوا شفتوا كده دهنت الساندوتش من جوه بالمايونيز والكاتشب على بعض. حطيت قطعة الكابوتشا بعدين البصل بعدين الطماطم بعدين احط قطعة البرجر واحط عليها من فوق كمان ايه الصوص ده برضو تاني. في ناس بتحط عليه بطاطس محمرة. يعني بص هو اذواق، هو انا بحب اعمله كده بصراحة تحفة جدا. وكل حاجة طعمها ظاهر كده واحنا بناكل فحلو. ممكن تزودوا مستردة، ممكن تزودوا شوية صوصات اللي انتوا بتحبوه. ممكن كمان الناس اللي هي عندها مثلا 3 أو 4 أولاد وعايزين يخرجوا مثلا أو يتعشوا بره أو يقضي اليوم بره. ممكن الأم تعمل بقى الفكرة دي إن هي تعمل أكل كده في البيت، مش هيكلف معاها خالص زي مثلا ما يجيبوا سندوتشات برجر من بره. يعني ممكن يخرجوا يتفسحوا كده يبقى الأكل معاهم موفر وفي نفس الوقت نضيف وحاجة حلوة قوي من البيت. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده واتبسطتوا كده معايا وعجبتكم الطريقه وتعملوها، وكل اللي يعملها يكتب لي كده في الكومنتات عجبته ولا لا. وان شاء الله الفتره الجايه هعمل لكم كل اكلات الصيف الاقتصاديه، البيتزا والكريب وحتى الشاورما السوري، كل حاجه هعملها في البيت ان شاء الله وهنزلها لكم. لو وصلتوا لحد هنا والفيديو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناه واكتبوا لي كومنت حلو زيكم عشان تشجعوني اعمل لكم افكار حلوه واكلات جميله اقتصاديه. مع السلامه يا حلوين في حفظ الله.